السلام عليكم ومرحبا بكم مرة جديدة في قناتكم. اليوم جيت وجبت لكم وصفة بزاف سهلة وخفيفة تحضريها لوجبة الفطور ولا العشاء، واقتصادية بدون لحم بدون دجاج. نبداو على بركة الله بالمقادير. بسم الله. أول حاجة نحتاجو الحمص، بصلة، 2 حبات، حبة طماطيش مربية، هاي الحمص. عنا توم 2 سنينات ولا 3 مربيين، عنا كركم، سكينجبير، فلفل اسود والملح والزيت. وعنا هنا البطاطا كنا قطعناها. الحاجه الاولى اللي نديروها نجيبو الكسكاس، نحطو هذيك البطاطا تفور. نديروها على النار نخلوها تفور ونروحو نوجدو المرقه تاعنا. الحاجه الاولى نديرو في الكوكوط نديرو الزيت، هنا نزيدو البصله ونديروها على النار نخلوها تتقلى. كي تتقلى شويه نزيدو الثوم اللي كنا ربيناه. انا عندي 3 حتى 4 سنينات تاع الثوم مرابيين. من بعد ما يتقلى البصلة والثوم نزيدو هنا لي زيبيس تاني. عنا كركم، سكينجبير ولا زنجبيل، فلفل اسود وملح. نقليوهم ثاني شويه، نزيدو شويه ما باش ما ينحرقولناش لي زيبيس. خلوها تزيد تقلى شويه ونزيدو طوماطيش اللي كنا ديجا رابيناها. هنا نضيفو الطوماطيش اللي كنا رابيناها. بعد ما تقلى هذيك المقادير كاع تقلاو مليح نزيدو هنايا الحمص ونمرقو. مرقو بما سخون طبعا. ونبلعو على لاكوكوط. قبل ما نبلعو ليها نديرو المعدنوس، ربطة تاع المعدنوس. نبلعو على لاكوكوط ونخلوها طيب. في هاد الاثناء ديجا تكون عندنا البطاطا اللي درناها فورت تكون طابت، نقليوها كيما نقليو الفريت. وهنا هاودي المرقه من بعد ما طابت وولدت، خليها شويه تزيد تجمر ونطفي عليها. وهذا هو الطبق من بعد ما قليت هذيك البطاطا، وهكا يتقدم. وجربوه سهل واقتصادي. في الاخر نبقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. نلتقي في وصفات اخرى جديدة ان شاء الله. سلام.